السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشرح قسمة المقادير الجبرية وهنشوف ازاي نتعامل معاها. طبعا احنا عارفين ان عملية القسمة ما هي الا عملية عكسية لعملية الضرب. تمام، احنا عارفين شكل عملية القسمة عموما بتكون ترم. اول ترم دوت اللي بيكون قبل علامة القسمة بيكون اسمه المقسوم. تاني ترم اللي بيكون بعد علامة القسمة بيكون دوت المقسوم عليه، وده له حوار دلوقتي. بعد كده الناتج او اللي بيجي بعد علامة اللي يساوي بيكون ده اسمه خارج القسمة. تمام، نرجع للمقسوم عليه دوت. المقسوم عليه دوت المفروض لا يساوي الصفر، وكلنا المفروض نكون عارفين المفروض ليه لا يساوي الصفر. ندخل على مسألة ونشرح عليها. المفروض ان احنا مثلا دلوقتي هناخد اكزامبل اللي هو وليكن مثلا اكس تربيع زائد اكس ناقص ال12. المفروض دوت على اكس زائد الاربعة. طيب انا معايا المقسوم ومعايا المقسوم عليه، انا عايز خارج القسم. تمام، هنشتغلها قسمة مطولة. تمام، ازاي؟ هتكتب هنا المقسوم اكس تربيع زائد اكس ناقص ال12، وهنا كده المقسوم عليه اكس زائد الاربعة، والمفروض فوق هنا كده هيكون دوت خارج القسمة. تمام ماشي. طيب هنقسم ازاي بقى؟ بص يا سيدي، اول حاجة هتروح لاول حد. اول حد دوت اكبر من الحد ده فينفع تقسم. فهروح جاي عامل ايه؟ هروح جاي قايل الاكس تربيع، الاكس تربيع ديت على الاكس فيها الاكس، هروح جاي كاتبها فوق. تمام، همسك بقى الاكس اللي انا خدتها فوق ديت اضربها في المقدار ده كله في الاكس زائد 4. اكس في اكس باكس تربيع، وانزلها هنا اكس تربيع. اكس في 4 ب4 اكس زائد 4 اكس. تمام، بعد كده اغير اشارات واجمع. ادي ناقص ادي زائد، ناقص برضو معلش ناقص، هغير اشارات الاتنين موجب هخليهم الاتنين سالب. تمام، اكس تربيع هتروح مع الاكس تربيع، موجب اكس وسالب 4 اكس يبقى لسه سالب 3 اكس، والسالب 12 ده تنزل زي ما هي. تمام، طب بعدين هاخد اول حد ده برضك اقسمه على اول حد ده. سالب 3 اكس على الاكس فيها السالب 3 هتنزل هنا. تمام، ما هي خارج اسمها بقى. طيب نزلت سالب 3. طيب بعدين همسك السالب 3 دي اضربها مرة في الاكس ومرة في الاربعة برضك، يبقى 3 في اكس سالب 3 اكس في السالب 3 في اكس بسالب 3 اكس. تمام، سالب 3 في 4 بسالب 12. بعدين اغير اشارات واجمع، دي تبقى موجب ودي هتبقى موجب، دي هتروح مع دي ودي مع دي صفرت. بس خلاص، يبقى ناتج القسمة اللي معايا اكس ناقص 3، وده كده وخارج قسمة المسألة، خارج القسمة.